طبعا النهارده واغفلنا الذين فجروا الثوره، ومش عشان انا في الفراعين. يعني في الوقت اللي الكل كان يائس فيه كان توفيق عكاشه كل اسبوع بينتقل لمحافظه. لا ما انت ما تجرنيش على سكه. لا استاذ حامد، لا يا ممدوح، لا ممدوح، لا يا ممدوح، لا 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 لو سمحت، لو سمحت خلينا ممدوح، نكمل. لو سمحت انت تصادر على المطلوب. لا لا معلش احنا بنتكلم في وقائع ماديه ماشي. دون الاشاره الى من يمتلك هذه القناه، لا يجوز لا ادبيا ولا اخلاقيا. يعني حضرتك مش شايف هو واحد من الشعب المصري، وبغير الاعلام كان يمكن ان تنجح الثورات. اسمح لي هو واحد من الذين عملوا على الثوره، لكنه لم يكن قائدا لها ولا بطل من ابطالها. بالظبط كده، بالظبط كده. انا ما قلتش، انا بقول بس كل الناس بتقول انه مفجر ثوره. هم يقولوا لا 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 هذا حضرتك قول لي مين في الاعلام عامل زي دكتور توفيق؟ هذا غير صحيح. معلش انا عايزه بس اعرف، فهمني حضرتك، علمني مين حضرتك، قول لي على اسم اعلامي عمل زي اللي عمله دكتور توفيق عكاشه. لا احد يستطيع ان يفتئت قيادة الثورة لنفسه ولا يغيرها لنفسه. محدش نسبها ولا هو محتاج انه الشعب المصري ده الناس كلها بتقول. لا لو سمحت. طب هقول لك حاجة غير صحيح. لا هو اللي غير صحيح. لا صحيح طبعا. كثيرون. لا مين اللي نزل في كل المحافظات؟ قول لي اسم اي اعلامي عمل كده. مين اللي مرن في الكرة والنجوع ان الناس تنزل علشان تتظاهر بسلمية؟ مين اللي عمل كده؟ لا انا عن نفسي دكتور توفيق عكاشه هو مفجر ثوره يونيو. يا سيدي جزء من حدث، لكنه ليس الرئيسي ولا الاول. طب هقول لك حاجه. لا انا مش متضايق. طب هقول لك يا حامد بيه،